السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبه لكم النهاردة وصفة كده احترافية، حاجة فاخر من الآخر. بصوا يا جماعة الجمال، بصوا الطعامة، بصوا الحلاوة، بصوا الشياكة، حاجة كده بجد يعني ما حصلتش. بسكوتة سابليه محطوط معاها حشو بالطعم اللي بتحبيه، متغطية بالشوكولاتة بشكل يخليكي تفتخري قدام اي حد، يخليكي تعملي بيه، بس هو مشروع لوحده. بونبون سابليه، بصي الجمال والحلاوة، بصي حاجة كده قمر. تعالي ندخل بقى على المقادير. احنا المقادير بتاعتنا عبارة عن 200 جرام سكر، 400 جرام زبدة، 600 جرام سمنة، قصدي 600 جرام دقيق، اسفة. يعني احنا المقادير بتاعتنا سكر، زبدة، دقيق، 1 2 3. هو المقادير كده 1 2 3، زي 1 2 3. يعني 200 جرام سكر، 400 زبدة، 600 دقيق، او ان احنا نحط 100 جرام سكر، 200 جرام زبدة، 300 جرام دقيق، عشان كده اسمها 1 2 3. نحط كله مع بعض في العجان، مفيش حاجة قبل حاجة، ونلمها مع بعضها كده زي ما انت شفتي، ونغطيها ونسيبها ترتاح. السر بتاعنا في شوية مولدات سيليكون. المولدات السيليكون دي هي اللي بتديني الشكل والجمال والشياكة والحلاوة بتاعتي. المولدات السيليكون دي بتبقى موجودة عند الناس بتوع مستلزمات الحلويات، اسمها مولدات سابليه. بصي بقيس الاول القطاعة اللي انا هقطع بيها السابليه، اشوف هي هتناسب القالب ولا لا. بجيب القطاعة بتاعتي، بحطها كده جوه القالب زي ما انت شايفه. لو نزلت مرتاح خلاص وفي مساحه حواليها، فانا كده تمام معايا، عشان البسكوته بتكبر. انا لما جيت حطيت الدايره دي حسيتها صغيره، فجبت البلبله دي مقاسها اصغر من الدايره دي على طول. بصي بقى لما حطيتها جوه الدواير اللي في السيليكون، نزلت مرتاحه، لان انا البسكوته بتاعتي لما بقطعها بترجع تكبر معايا سنه وهي في الفرن. فلما تكبر معايا اعرف احطها في المولد السيليكون بتاعي، ما تبقاش كبيره على المولد السيليكون واضطر اقعد اقطع من حرفها. بجيب المفرش السيليكون بتاعي، وانا لو مش عندي مفرش سيليكون بفرد العجينه بين كيسين بلاستيك، ما عنديش اي مشكله. كيسين بلاستيك نضاف كده، وتفتحيهم وتفردي بينهم وبين بعض العجين. طب ليه ما فرش على الرخامه؟ عشان بكل بساطه مش هتعرفي تطلعيه من على الرخامه. بصي الحته دي طلعت رقيقه مني، فبالتالي لما جيت اشيل من عليها الكيس، بصي اتقطعت عادي، مش هيفرق معايا، انا كده كده هلم العجين تاني. فعادي المه كده وابدا ان انا افرده تاني. وخدي بالك يا ست الكل، ان انت لما تقطعي استابليه ما تفرديهوش كده بالشكل اللي انت شايفاه وتمسكيه تقطعيه بالقطاعه وتشيلي على طول، لا، لازم تسلكي الظهر بتاعه زي ما انا وريتك، تقلبي العجين كله على الناحيه التانية وتسلكيه من الناحيتين كويس، بعد كده تقطعيه. بصي ده السمك اللي انا بقطع بيه، مش بزود عن كده. خدي بالك ان هو بيزيد معايا شويه في الفرن، فانا مش عايزاه تخين، وفي نفس الوقت مش عايزاه كبير. ابدا ان انا اقطع بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وابدا اشيل اللي انا قطعته، الاشكال اللي انا قطعتها احطها في الصينيه بتاعتي. انا بقطع الاشكال بتاعتي حسب اشكال السيليكونات اللي عندي اللي انا هشتغل فيها، واقدر اعمل بنفس العجينه دي الميني تورت الصغير اللي هو بتاع اللي زي السابليه ده، بس صغنن كده، بيجي مع السابليه صغنن كده، وبيبقى فيه روزيتات من مربى الحليب او جناش، او بيبقى متغطي بالشوكولاته، بيبقى فيه زبده فستق. مفيش اي مشكله، بزود بس العجين بتاعي معلقه واحده دقيق، والمه بيها علشان لما يتحط في القوالب بتاعه الميني تورت دي ما يزيدش معايا قوي. انا بس معلقه واحده دي عشان العجينه بتاعتي تشد بس شويه. واجيب حته من العجين كده، وابدا ان انا اسكنها في القالب بتاعي كويس قوي، وابدا ان انا ادخلها من تحت كويس كده زي ما انت شايفه، واسوي حرفها من فوق، وبالشوكه اخرمها. انا بخرمها الاخرام دي ليه؟ علشان ما تنتفخش من النص وتعلى. هو الميني تورت ده انا ما زينتوش في الفيديو، بس ده يا جماعه تزيينه سهل جدا. انا بس هوريكي في الفيديو ازاي تطلعيه من القوالب بكل سهوله. بصي انا بسكنه، هو ما فيش فيه اي تكنيك، هو كل موضوع انت بتسكنيه جوه القالب بتاعه، وتبداي ان انت تخرميه من النص زي ما انت شفتي كده بالشوكه، عشان ما يزيدش معاكي. القوالب دي في منها قوالب غاليه، وفي منها قوالب سعرها مرتاح. خدي بالك ان انت في الغالب يعني ما تغسليهاش، لما تخلصي تمسحيها بمنديل وبس، كفايه على كده، علشان لو هي مش من النوع الحلو ما تصديش. القوالب دي في منها اشكال كتير زي ما انت شفتي معايا كده، الاشكال الورده انا عملت لك في 3 اشكال غير بعض، وفي معايا الشكل ده كمان اللي شبه المركب ده، وفي معايا كمان شكل بيضاوي. فهم منهم اشكال كتير، انت بتختاري الشكل اللي انت تحبيه. طب لو انا حسيت العجين قليل بحط حته عجين صغيره زي ما انت شفتي كده، واظبطها في القالب بتاعي كويس قوي، واظبط احرافه عشان ما يبقاش طالع لفوق.
السابليه بتاعي ده سهل وجميل جدا، بس محتاج منك بس شويه طولة بال. تاخدي حاجتك كده وتطلعي تقعدي بره على الترابيزه معززه مكرمه، ومتفضليش واقفه في المطبخ عشان بياخد وقت معاكي، فما تزهقيش من الوقفه. باحطهم في الصينيه زي ما انتي شفتي كده، سواء اللي انا قطعتهم او سواء اللي موجودين في قوالب الطرد. انا قطعت الاشكال زي ما انا قلتلك اللي انا عايزاها، بالقطاعات اللي انا شايفاها مناسبه بالنسبه لي. وده بعد ما استوت بتستوي على درجه حراره 170 او 160 على نار هاديه يعني. بصي وتسيبيها تبرد، لما تبرد بتطلع من القوالب اهي بكل سهوله. لا بحتاج بقى اسلك ولا اخبط ولا الكلام ده خالص، انا مجرد ما بقلب القالب بلاقيها طلعت في ايدي. بصي بكل سهوله، مش بتحتاج اي حاجه يعني. انا والله ما جيت ناحيتها اصلا، انا طلعتهم حطيتهم في الصينيه وسبتهم عشان اصورهم لكم في الفيديو كده. وده بقيت السابليه بتاعي لما قطعته، واحطه كله في الصينيه كده على ما ابدا اجي اشتغل فيه. او لو هتسيبيه يعني مده، حطيه في علبه بلاستيك محكمه الغلق وسيبيه. جبت الشوكولاته الكوينز بس كنا في الساقعه قوي، فبصي كانت زبده الكاكاو اللي عليها كانت عامله الشكل ده. لكن مجرد ما ببدا ان انا بصي اعملها بايدي كده، خلاص بتبدا تاخد درجه حراره بيروح الشكل ده منها. انا استخدمت الشوكولاته الكوينز، وحطيت على الشوكولاته الكوينز اي نوع منهم، استخدمت دارك وحليب وابيض زي ما انت شايفه. كل نوع منهم حطيت له معلقه زيت، وسيحته على حمام بخار لحد لما ساحت بالشكل ده. الشوكولاته البيضاء شويه بتاخد زيت اكتر شويه يعني، تاخد معلقتين 3 زيت، مش زي البني سواء الفاتح او الغامق بياخدوا زيت اقل. وابدا ان انا اسيحها بالشكل اللي انت شايفاه. وجبت بقى القوالب السيليكون بتاعتي، وهبدا ان انا اعمل فيها. ابدا انت طولي بالك بقى كده معايا يا ست الكل، الموضوع ده بياخد وقت شويه. ولو انت في الصيف هيبقى الموضوع صعب جدا، عشان هتبداي تعملي القوالب دي وتدخلي التلاجة تتماسك وبعدين تطلعي تحشي. بصي انا بقى بسكن الشوكولاته في الفراغات اللي موجوده في القالب دي، عشان تبدا الشوكولاته تاخد شكل المكان ده. طب انا لو سبت جزء من المكان ده ما فيهوش شوكولاته، طبعا هتعمل مشكله بالنسبه لي، عشان هتطلع الحشو من مكانها. ببدا ان انا احشي بقى ببدا ان انا قصدي اغلف الاماكن اللي في القوالب دي اللي انا عايزاها تاخد الشكل ده. ابدا ان انا اغلفها، سواء شوكولاته بني، سواء شوكولاته بيضه، سواء شوكولاته دارك، اي شوكولاته انا بحبها ابدا ان انا استخدمها، واغلف بيها الجناب كده كويس. واوريدي كده كده اللي في الجناب ده الزياده هينزل في الارضيه. وابدا ان انا اتاكد ان كل مكان وصل له الشوكولاته اللي انا عايزاها. بصي بالشكل ده كده اهو، الف ايدي بالمعلقه يمين وشمال كويس لحد لما تتسكن في الاماكن دي. طبعا هو الموضوع بياخد وقت، الموضوع مش صعب ابدا بس بياخد وقت. طب لو انا عايزه اعمل خطوط، بصي بعمل الخطوط كده الاول واسيبها تتماسك شويه، وبعدين ابدا ان انا احط عليها اللون التاني. بس مش بسيبها تتماسك قوي يعني، مش بسيبها تنشف، انا بس بسيبها تشد كده شويه. وبعد كده ابدا ان انا احط لون الشوكولاته التاني اللي انا عايزه احطه عليها. القالب ده اسمه عمة السلطان، مش عارفه ليه سموه كده بس بيطلع شكله حلو قوي. ببدا ان انا اغطي بقى اللي انا عملته ده بالشوكولاته. هي التكنيك بتاعها سهل جدا. انا غطيت بالشوكولاته، الشوكولاته بتاعتي دي تجمد، سواء بقى في الشتاء هتشد لوحدها، لو في الصيف يبقى انا مضطره ادخلها التلاجة واطلعها احط فيها الحشو بتاعي. علشان الجزء ده من الفيديو للاسف اتشال، انا لقيته متصورش. فببدا ان انا احط بقى الحشو بتاعي جوه المكان ده، جوه التجويف ده. وابدا احط عليه البسكوته اللي انا هحطها، اللي هي بسكوته السابليه اللي انا عملتها. وبعد كده اغطي تاني بشوكولاته بس، واسيبها تاني تتجمد. ادي القوالب بتاعتي اهي لما الشوكولاته اتجمدت فيها. طبعا انا زي ما قلت لكم ان الجزء ده اتحذف من الفيديو، انا مش عارفه اتحذف ليه. دي كان سبريد قهوه بتاع دكتور بيكر، انا بستعمله بصراحه يا جماعه روعه، انا بموت فيه. يعني انا حشيت من جوه بيه، وبدات ان انا احطه بره كده. بره دي بتاعتك انت، عايزه تحطي ماشي، مش عايزه تحطي مفيش مشكله. انا عملت حشوات مختلفه يعني، كل شكل من ده كان بحشوه مختلفه. كان فيه بالتوت الازرق، وكان فيه بالكريز، وكان فيه باللوتس، وكان فيه بالنوتيلا، وكان فيه جزء كنت عاملاه سنيكرز، عامله مقلبه مربى حليب على سوداني وعاملاه سنيكرز. وخدي بالك ان انت لو هتحشي توت او كريز، اعملي طبقة شوكولاتة عازل بين التوت والكريز وبين البسكوت، عشان البسكوتة ما تطراش، او تعمليه ويتاكل على طول في خلال يومين 3 ما يطولش. ده الشكل بتاعي هوت اللي كان جواه القهوة. بصي انا مش قادره اقولك هي من جوه طعمها عامل ازاي، تحفه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. بصي البسكوته قد ايه ناعمه ودايبه وجميله، طعم الشوكولاته معاها في حته تانية خالص بقى، وكل حشوه من دي رهيبه. ده كان لوتس، بصي بقى من جوه اللوتس. وبعدين الشوكولاته مغطيه من هنا ومن هنا، زي ما انا قلتلك القالب انا غطيته الاول بالشوكولاته، وبعدين حطيت حشوتي، وبعدين البسكوته، وبعدين شوكولاته تاني. لازم ترتيب الطبقات ده.
اما دي بقى كانت بالكريز. بصي لو تلاحظي ان في تحت الكريز شوكولاته بينها وبين البسكوته، انا عملت الشوكولاته دي طبقه شوكولاته كده عشان تبقى عازل، علشان البسكوته بتطرى من الكريز او من التوت. ودي اللي كانت بحشو السنيكرز، كانت مربى حليب اهيت، انا قلبت فيها سوداني وحشيت بيها، كانت رهيبه يا جماعه بجد. يعني السابليه ده حكايه 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 فوق ما تتخيلي. ده ممكن تعمليه مشروع وتشتغلي بيه، يبقى هو ده، بس تبقي انتي متخصصة براند كده في السابليه بونبون. بصي دي بقى انا بعد ما خلصتها عملت لها وردات صغننة كده وحطيتها عليه. ده بالنوتيلا البيضة اهو. بصي تحفة، ممكن رافاييلو، تحطي سبريد رافاييلو. انا عملت لها بقى الوردات الصغننة دي في مولدات عندي تانية صغننة كده على شكل وردة، عملتها فيها وبعدين لزقتها عليها بالشوكولاتة اهي. دي المولدات اللي انا استخدمتها، عملت فيها بقى الوردات بتاعتي، وبنقطة شوكولاتة في ظهر كل وردة لزقتها على الميني اوريو ده. بصي هو ده قالب، اسمه قالب الميني اوريو، بيطلع لك بالشكل ده. وده السابليه اللي هو الاوريجينال العادي جدا، اللي بيبقى فيه واحده مخرومه وفيه مربى. ده برضو له طعم تاني خالص، ممكن ترشي عليه سكر بودر وممكن ما ترشيش. الوصفه دي يا جماعه انا مهما وصفت لكم قد ايه جميله وقد ايه مشرفه وقد ايه حلوه، مش هتصدقوا غير لما تجربوها بنفسكم. متعبه شويه ومرهقه شويه، بس النتيجه بجد تستاهل. تستاهل ان انت تعمليها لاولادك وتفرحيهم، او لو انت عايزه تودي هديه لحد حاجه تشرفك جدا، او ان انت تعمليها مشروعك. بصي بقى كل واحده بحكايه، بحكايه بجد يا جماعه. انا كان نفسي قوي ان انا اصور لكم الخطوه بتاعه الحشوات، بس راحت مني. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لها شير ولايك.